يعني اتكلمنا عنهم باختصار. وايضا ما نسيناش اللي كتب مسرح وليكن حتى مسرحيه او اثنين وما اتكتبتش. معانا مثلا هنقول الاسماء اللي هي يعني ما خدتش حظها. عندنا الاستاذ علي عوض ليه مسرحيه الخديعه ومحاكمه كلب وابو الصندوق وابن الحرام. استاذ فاروق حمدي عنده الفراغ ومسرحيه ثانيه. استاذ فتحي البديش الله يرحمه عنده 5 مسرحيات. فكر النقاش وده كاتب كبير جدا، اخو الراي النقاش وكاتب كبير جدا وتوفى من حوالي شهرين. لا اهلاويه يعرفوه ولا رواد المسرح يعرفوه. يا حبيب قلبي يعني ده انا بقول لحضرتك ان لا اهلاويه يعرفوه. معروف عندك. انا بتكلم على حركه المسرحيه. انا بتكلم مره مع الشباب بقول لهم والله يا اخوانا انا قريت نص جميل قوي من مخيل ومار. قام واحد فيهم استنى يا استاذ سمير شوف الحلاوه بقى. قال لي من ايام الراجل ده ما اتسامح. يقول الدخان ويقول واجب ويقول الاعمال الكامله والكلام ده كله. برضك عندنا الاستاذ فتحي بيقول لنا الاستاذ محمد كريم عنده مسرحيتين. واحده فايزه و12 زقات بني مروان واتنشرت في الهيئه العامه بقى واتنشرت في مكتبه الاسره اللي هي اكثر انتشارا. ماشي يعني اهو مش هنقول على عبد العزيز لانه ملوش لازمه يعني. هنقول برضك حتى تشفيق برمضان في المنصوره ملوش حاجه. المهندس محمد سعيد الله ينور على حضرتك. محمد سعيد ده يعني حاج مش ممكن. واولاد المنصوره نفسهم ما يعرفوش. حاجه غريبه. فانا كل همي وكل مشكلتي يا اخوانا اننا لازم نسيب تاريخ. مشكلتنا في كل حاجه اننا لما ندور على شعراء العاميه في دمياط او في المنصوره ما تعرفش ده اللي على الساحه. ما تقدرش تعرف اخونا الصياد ومحمد العيد الناس اللي اتربينا على ايديهم. ومع ذلك ما شفتش اي حاجه تذكرهم بعد وفاتهم. فده مساله بتقربني جدا. وبيقرب الاستاذ محمد خليل دايما حوارنا دائما اننا لازم نبص على اجدادنا علشان الجديد يجي يبص علينا. فالمساله مساله مش انا هقول لكم انا عملت ايه في المسجد. انا عملت كل حاجه في المسجد الا الاقرار. ولا بس الاقرار برضك ان انا بسمع لا مثلت كتبت مسرح كتبت دراما اغاني ضروريه على المسرح. كل الكلام ده كله مش هو ده مشكلتي. انا كان مشكلتي الحقيقيه والرئيسيه ان نلقي الضوء على مصطفى الششتاوي على مصطفى حسان. مش هقول منصور الجو لان منصور الجو اللهم صل على النبي يعني نفس ما انا فاكر له المصير وفاكر له المسلسل الجميل اللي كان بيبان وقدمته محمد منير يا محمد جناح وديش مين علمك تبكي ولا تغنيش. ده انا لو اغني واغني الدنيا ما تزعلنيش وزماني لما رماني وراح منيش. ده منصور الجو اجازه يا استاذ علي. استاذ طبعا ليه الثانيه طبعا المشهورين لما يجي بقى استاذ وليه مسرحيتين الناس اللي ما عندهاش وحمل البراغيث وفي وليد يوسف مشهور لكنه كتب 3 مسرحيات. في مين تاني يا اخوان؟ في الدكتور محمود نسيم اللي كنا عاملين الدوره باسمه السنه اللي فاتت. محمود نسيم شاعر وصاحب غناء قلنا وليد. في حاجه كمان صحفية وسفيرة سلام وإعلامية تقدم برامج. عمل 4 نعمل شو صار. طب هات الكرت بتاعك حضرتك بتقدم ايه؟ انا عايز بكتب رواية. مسرحيه واحده
في مصر وقالوا نبي أبي وعملت مجلتين ووزعتهم جنبي الحساب وزعتهم جنبي وطلع نشر زوجية على حساب خلاص عم نعرفش أنا عملت نشر بعمل كله أنا حاضر واكتب واطبع واجي على حسابك كله. طب وليه؟ عمري خدت من جنيه وواحد طب وليه؟ طاقة أنا عندي عددين لجبل إنسان كلام بلدي والمناطق دول معتقدين حد بيحتاج يبص خد رقم واتصل عليا وانا هعمل لك شغل كده. نتيجة عند البيت فين؟ سندرويد وانا رحت قبل كده عند بوسينة بنت عم ام كلثوم في السن عند باللوان. بتاعنا فين؟ بوسينة ورئيس مجلس مدينة البلوان أصلا من عندنا من البلقاس. حاتم أبيل. إيه؟ حاتم أبيل من عندنا من البلقاس. أنا بروح بالجيش كبير بروح جمص بروح جمص أنا كنت أول امبارح في أمسية نجمة المسرح سهير المرشدي. كانت عاملينها العرب كله. أنت منين؟ أنا من البلقاس. ما تمشيش إلا نتكلم معايا خلاص إلا نتكلم معايا خلاص معاك نت معايا نت.